وضوح الرؤية والغاية، طموح كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية. أنا أتكلم في نقطة سريعة مهمة جدا، الفرق بين الدستور القديم والجديد. في فروق كتيرة، هتكلم عن فرق واحد. الفرق ده هيغير حياتك وحياة أولادك وحياة أحفادك. إحنا عاوزين إيه؟ كل واحد فينا عاوز إيه؟ عاوز يعيش حياة كريمة؟ عاوز المشاكل تتحل؟ مياه شرب مجاري؟ بطالة؟ الجنيه المسخوط؟ كان زمان الجنيه تشتري كده، كانت أم تبعتني، والله كانت تبعتني في سوق الإبراهيمية ب5 صاغ، أجيب الخضار والغدا والفطار وارجع بالإيه؟ ب5 صاغ. الجنيه سخط. عندنا مشاكل كتيرة. اللي عاوز علاج إذا كانش جيبه مليان ماليش علاج. معكش فلوس دروس خصوصية، عيالك مش هيعدوا في أي حتة. ويا ريتك لما تدفع الفلوس الخصوصية على دم قلبك، لما يتخرجوا من الدراسة يلاقوا شغل، الأب يصرف لعياله الفلوس عشان يروح يقعد على القهوة. طيب الحل إيه؟ ومين المفروض يقوم بالحل ده؟ مين اللي يحل المية والمجاري والتعليم والصناعة والزراعة والصحة؟ الدولة. يعني ايه؟ يعني الوزراء. بس احنا من يوم ما اتولدنا بيجي وزراء ويمشي وزراء. جبنا لقدام ولا جبنا لورا؟ شالوا ألدو، شالوا شاهين، جابوا حسنين، جالوا حسنين محمدين، واحنا مش عارفين رايحين فين. طب ليه؟ لأن كان في الدستور القديم اللي بيجيب الوزراء ورئيس الوزارة هو رئيس الجمهورية. يبقى هم الوزراء ورئيس الوزارة يرضوا مين؟ رئيس الجمهورية. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هو عنده سفلتة، يجي سفلت لك شارعك هنا في بكوس، ولا ياخد البحر رايح جاي؟ لأن البحر ده اللي بيعدي فيه المحافظ ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لو رايح البتاع اللي هناك، مش كده؟ طيب هو اللي بيجيبه وهو اللي بيمشيه، فالناس مهتمة بيه. اخواننا الطيبين اللي اصحاب المحلات اللي حوالين مننا دول، الله يبارك لهم في محلاتهم وفي تجارتهم ويرزقهم بالحلال، بيشغلوا عندهم ناس برضو، ناس افاضل جايين ياخدوا لقمة عيش يقفوا في المحل. لو واحد من هنا دخل محل من المحلات وجاب الراجل اللي شغال في المحل وقال له ايه؟ قال له انت بتيجي الساعة كام وبتمشي الساعة كام وبتشتغل كويس ولا لا؟ هيقول له ايه؟ يقول له انت مالك؟ هو انت اللي مشغلني؟ مش كده؟ الدستور الجديد بقى هو ده التعديل. الوزراء رئيس الجمهورية هيسمي رئيس الوزراء، لازم يوافق عليه مين؟ ولو مش عاجبهم هيقولوا رئيس الجمهورية ايه؟ لا، يبقى هم اللي يجيبوا رئيس الوزراء. ومين يقدر يمشي الوزير؟ اللي يقدر يمشي الوزير مش رئيس الجمهورية، نواب مجلس الشعب. يبقى في الحالة دي بقى الوزير شغال عند مين؟ مين اللي يقول له انت تيجي وانت تروح عند ايه؟ ايوه، الشعب. يبقى انت اللي هتختاره هو اللي هيجيب لك الوزير، واللي هتختاره هو اللي يحاسب الوزير، واللي تختاره هو اللي يثبت الوزير او يقول للوزير ايه بقى ايه؟ يعني محتاج بقى تغسل هدومك كده وروح ايه في بيتكم. يبقى مشاكلك هتتحل من خلال ايه؟ اختيارك انت. فاذا كنتش انت تنزل وتختار فلا تلومن الا نفسك. يبقى دي وظيفتك. يبقى يوم الانتخابات عاوزين كل واحد فيكم يعمل ايه؟ كل واحد يعمل ايه يوم الانتخابات؟ يا اهل بكوز انتوا كنتوا نشيطين وشغالين، اشتغلوا معايا. تعملوا ايه يوم الانتخابات؟ لا، ما تنزلش لوحدك، تجيب اخوك واهلك وجارك ورجاء خاص اللي متعارك مع حماته يروح يصالح ايه؟ حماته، عشان يوم الانتخاب يكون كل الناس ايه؟
موجودة. انتوا اللي هتصلحوا البلد لما تختاروا اللي ينفع ويصلح للبلد. شدوا حيلكم وبلادنا ان شاء الله من خير لخير، والخير سيأتي بإذن الله، لأن البلد دي طيبة والناس دي طيبة، ومصر طول عمرها ناسها بيحبوا الخير، وإن شاء الله ربنا يبعت لنا الخير. شدوا حيلكم وابذلوا جهدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور، فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور.